النهاردة هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أوصت بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. كمان أوصت بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية في مجلس الزمالك لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك. طبعا دي توصيات من هيئة المفوضين، ولكن ليست مش حكم محكمة، مش توصيات مش إلزامية. محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة ممكن تاخد التوصيات دي وممكن ما تاخدش. فإذا الوضع في الزمالك لسه معلق بالنسبة لمرتضى منصور. هل مرتضى منصور هيكمل كرئيس لنادي الزمالك ولا مش هيكمل؟ لسه في قواضي وفي لسه جلسات في المحاكم، ولسه الموضوع مطول شوية. لكن أنا بس عايز أوضح لحضراتكم، شايفين التخبط في نادي الزمالك. أنت معاك رئيس ممكن على آخر السنة يبقاش معاك. أنت معاك رئيس نادي الزمالك على آخر السنة ممكن يكون مش معاك، وبالتالي ده هيدي لنادي الزمالك إزاي؟ الناس اللي موجودة في نادي الزمالك شايفين إن مرتضى منصور ممكن يمشي في أي لحظة، فهل حد من الموجودين هيبقى يعني مهتم بقراراته أو مهتم بأفعاله؟ طب مرتضى منصور نفسه شايف إن هو ممكن يمشي، هل هيدي للزمالك؟ يعني الوضع في الزمالك بصراحة محزن. مفيش نادي بينجح بالطريقة دي، مفيش نادي بينجح. رئيس الزمالك كان لسه محبوس. هل سمعتوا إن في رئيس نادي كان محبوس ورجع تاني بقى رئيس نادي تاني ورجع تاني والوضع ده إلا في نادي الزمالك؟ طبعا ده وضع كارثي، وأتمنى إنه يختفي من نادي الزمالك. ليه الزمالك بيحصل فيه كده؟ فين أيام كمال درويش؟ فين الأيام الحلوة دي؟ عندك رئيس نادي زمالك أستاذ جامعة، راجل محترم مش بتاع مشاكل. أتمنى الأيام دي تعود تاني. النهارده برضو في ماتشات، كان في 3 ماتشات في الدوري المصري، اتفاجئنا إن مفيش فار. فسألنا ليه مفيش فار؟ قال لك لعدم سداد اتحاد الكرة للمستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن الفار. طبعا ده كلام لا يصح، ولا بد من اتحاد الكرة ياخد يعني قرار فوري ويدفع الفلوس اللي متأخرة، والفار لازم يشتغل عشان كل واحد ياخد حقه. إلا إذا بقى إن اتحاد الكرة مش عايز الفار، دي قصة تانية. أتمنى فورا فلوس الفار تندفع وبقية الماتشات تكمل بالفار عشان محدش يتظلم في الماتشات الجاية، النهارده برضو اتفاجئنا إن نادي بيراميدز راح للكاف واشتكى نادي فيوتشر، قال إن أحمد رفعت لعب مع نادي فيوتشر وما كانش متقيد مع نادي فيوتشر. طبعا دي مشاكل، وفيوتشر عايز يتأهل وبيراميدز عايز يتأهل، وكعبلة من هنا وكعبلة من هنا، ونتمنى الهدوء واتمنى في الآخر كل واحد ياخد حقه. بالنسبة لي مرتضى منصور النهارده بصراحة غلط في حق واحد من كباتن نادي الزمالك، واحد من أفضل الناس اللي أنا بحترمها شخصيا، اللي هو هيثم فاروق، كابتن هيثم فاروق المحترم الخلوق. فأنا بوجه رسالتي لمرتضى منصور، أرجو من مرتضى منصور ما يغلطش في أي حد، لا هيثم فاروق ولا غير هيثم فاروق. مش مستاهلة يا مرتضى، ملوش لازمة. مش معقول أنت مش هتتغير يعني؟ مش معقول كده كله مشاكل 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 مشاكل. أنت بوظت نادي الزمالك من كتر المشاكل. رسالتي لهيثم فاروق، أنا بعتذر لحضرتك يا كابتن هيثم، أنا بعتذر لحضرتك شخصيا، أنت ممكن ما تعرفنيش، بس بعتذر لحضرتك وأتمنى إنك تتقبل اعتذاري بدلا من مرتضى منصور. وتأكد إن كل الزملكاوية الشرفاء بيحبوك وعارفين قد إيه أنت بتبقى حزين لما الزمالك بيتعادل أو بيتغلب. إحنا بنحترمك وليك كل التقدير، وما تحطش في دماغك الكلام اللي قاله مرتضى منصور وكأنه ما اتقالش. أنت أكبر من كده، وأنت راجل محترم، ودايما نتمنى لك الخير. النهارده كان في مفاجأة حلوة من النادي الإسماعيلي إن هو كسب سموحة 3-1، ودي حاجة ممتازة ممتازة ممتازة.
عايزين نرجعوا تاني، الإسماعيلي وغزل المحلة وطنطا والفرق الكبيرة دي ترجع تاني، ونرجع الإسماعيلي يلعب الزمالك، الإسماعيلي يلعب الأهلي، المحلة يلعب الزمالك، مش عارفين مين اللي يكسب، وده بيدي القوة للدوري المصري وبيدي قوة للفرق، بيدي قوة للدوري المصري. عايزين كل الفرق الكبيرة دي ترجع تاني بكل قوة. فرحان النهارده بفوز الإسماعيلي بصراحة. النهارده كمان قناة الزمالك قالت إن في لجنة مسؤولة عن اختيار المدرب الجديد. طب اللجنة دي عبارة عن مين بقى؟ أحمد عبد الحليم وجمال عبد الحميد وطارق يحيى ومحمد عبد اللطيف وإسماعيل يوسف وخالد الغندور وعبد الحليم علي وأحمد حسام ميدو وأمير مرتضى منصور. يعني لجنة كبيرة، بس نتمنى اللجنة دي تنجح في اختيار مدير فني قوي، مدير فني يقدر يلم الفريق ويغير النتائج اللي حصلت الفترة الأخيرة. أنا متشكر جدا لحضراتكم، وأتمنى يعني لو عجبك الفيديو أتمنى تعمل لايك. لو في أي نقطة مش عاجبة حضرتك ممكن تعمل كومنت عشان يعني أرد على حضرتك ويبقى في نوع من أنواع النقاش ما بيننا يعني. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأشوف حضراتكم كل يوم في فيديو جديد إن شاء الله.